كان يا مكان يا سعد يا إكرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في حي بسيط من أحياء القاهرة في راجل كبير اسمه الحاج منصور. راجل طيب جدا، معروف بين الناس بكرمه وإنه هو إنسان طيب جدا وبشوش. بس هو في حاله، ملوش دعوة بحد. راجل بسيط جدا، عنده ورشة تجارة بيسترزق منها، وعنده بنتين هما اللي ليه في الدنيا كلها، ومراته توفت من سنين كتيرة. في يوم من الأيام الورشة اتحرقت، نار جات على الأخضر واليابس. دخل عليه واحد من الجيران وهو منهار وقال له: ايه اللي حصل يا حاج منصور؟ هو كده خلاص الورشة راحت؟ رد عليه الحاج منصور بكلمة غريبة جدا، قال له: الحمد لله على كل شيء. ربنا المجيد دايما بيرتب لي اللي فيه الخير، حتى لو انا حتى لو انا مش شايفه دلوقتي. الناس استغربت، هو ازاي بيتكلم بالإيمان ده؟ ازاي حتى يعني ما زعلش ما تأثرش؟ باين عليه الحزن، بس باين عليه ثبات كده غريب. أول مرة يشوفوا حادثة زي دي ويكون صاحبها بالثبات ده. لكن هو كان مؤمن إن ربنا المجيد اللي أفعاله كلها عظيمة وكاملة عمره ما هيختار له أي حاجة أو يسيبه لوحده، وإنه دايما بيعمل لنا الخير حتى لو إحنا مش فاهمين ده. مرت أيام والحاج منصور قاعد في بيته، عليه فلوس لناس كتير ومحبط، بس مبطلش يدعي ربنا، يصلي قيام الليل ويسبح ويدعي ربنا باسم الله المجيد. كان دايما يقول: يا مجيد اجبرني جبرا يليق بمجدك، وارفعني من حيث لا أحتسب. في يوم خبط الباب وطلع شاب غريب عن الحي، قال له: أنا حفيد عمك اللي هاجر من سنين، وكنت بدور على حضرتك، ومعايا وصية إنه يوصلك مبلغ كبير جدا عشان تعمل بيه اللي نفسك فيه، ودي أمانة وأنا لازم أديها لك. فالحاج منصور مبقاش مصدق نفسه، فكر إنه بيضحك عليه أو إنه مقلب. الحاج منصور بقى بيضحك شوية ويعيط شوية من كتر ما هو مش مستوعب قد إيه ربنا بيحبه، وقد إيه ربنا جبر بخاطره واستجاب لدعوته. قعد يقول: يا رب، كل ده علشاني، كل ده شايلهولي يا رب. وفعلا فتح ورشة جديدة أكبر بكتير من الأول، وجه ناس من بره علشان يتعلموا منه التجارة، وبقى عنده رزق واسع جدا، وبقى عايش في أمان بعد ما كان مديون. لكن الأجمل بقى إن الحاج منصور منسيش أبدا اللي مر بيه، منسيش الموقف الصعب والظروف اللي مر بيها، لأنها أثرت جدا جدا فيه. وعرف واتعلم من الموقف ده إنه أي حاجة هيمر بيها لازم يكون ثابت ومؤمن بربنا. من ساعتها الحاج منصور بقى دايما بيفكر ازاي يشكر ربنا بأفعاله، مش بس بالكلام، مش بس بالأعمال الحلوة اللي بيعملها والصلاة والصوم، لأ، يحسن كمان للناس اللي محتاجة ويقدم لهم المساعدة. زي ما هو كان في وقت من الأوقات محتاج المساعدة وما كانش فيه أي حد قادر إن هو يساعده. من وقتها الناس بقت بتدعي باسم المجيد لما يضيق بيهم الحال، وتفتكر دايما إن الجبر مش بيجي من الناس، الجبر بيجي من اللي مجده ملوش حدود. اسم الله المجيد معناه إن ربنا عظيم وكامل في كل شيء، أفعاله كلها حكمة، وكل تأخير فيه مجد، وكل منع فيه كرم، وكل جبر بيكون فوق الخيال. لما بيحصل لنا ابتلاء لازم نفتكر إن ربنا المجيد بيرتب لنا حاجة أعظم أعظم بكتير من اللي خسرناه. احنا نستنى، نرضى، ونقول: يا رب اجبرنا جبرا يليق بمجدك. مين فينا
ما عداش عليه موقف صعب، ما مرش بأزمة، ما اتحطش في موقف اختبار يختبر فيه إيمانه. كل واحد فينا لازم هيختبر، هيتحط في امتحان صعب جدا جدا جدا، يا إما يثبت ويبرهن إنه إيمانه بربنا إيمان حقيقي ما يتهزش تحت أي ضغط وفي أي ظرف، إما يطلع إيمانه ضعيف ونفسه كمان أضعف، ويفضل تايه وبيسأل نفسه يا ترى الابتلاء دوت فيه خير ولا شر؟ يا ترى أنا وحش وربنا زعلان مني؟ يا ترى الابتلاء ده هيترفع في يوم من الأيام؟ وعلشان هو إيمانه ضعيف نفسه هتفضل هتشككه حتى في نفسه، هتفضل تسأله يمكن انت من كتر الحاجات الوحشة اللي عملتها ربنا مش راضي عنك. لكن هو لو إيمانه قوي هيقدر بمنتهى السهولة والبساطة يهزم أي أفكار وأي شكوك، لأن الإيمان القوي مفيش أي حاجة مهما كانت هتهزه، ولا ظروف صعبة ولا مواقف عنيفة ولا أي حاجة في الدنيا. الإيمان القوي ده سلاح كبير جدا، سلاح ما يتقدرش بأي حاجة في الدنيا. ربنا دايما بيختبر كل واحد فينا، بيحطه في اختبار علشان يشوف هيصبر ولا لأ، ولما يصبر هيصبر وهو راضي ولا لأ، من جواه هيكون عامل ازاي، هيكون عارف ان ربنا فيه ليه حكمة من اللي بيحصل له، ان الابتلاء ده وراه جايزة كبيرة ربنا شايلها له، اما في الدنيا او يمكن في الاخرة. مش كل حاجة حلوة ربنا بيديها لنا في الدنيا بس، في حاجات كتير لسه متشالة لينا. لو خدنا كل حاجة في الدنيا ايه اللي هيتفضل لنا في الآخرة؟ مش معنى كده انه مش هناخد اي حاجة ومش ربنا مش هيعوضنا، لا، اللي بيصبر فعلا وإيمانه قوي وبيلجأ لربنا في كل محنة وفي كل ابتلاء، ربنا بيديله الصبر وبيقويه وبيخليه يقدر يعدي أي محنة وهو ثابت وقوي. في ناس كتير بتعدي بأزمات صعبة جدا، ساعات بتفقد ناس عزيزة جدا عليها، وألم الفقد ده مستحيل حد يستحمله إلا اللي ربنا بيديله الصبر. فربنا بيدي للناس دي صبر كبير جدا. لو شفت أي حد راح منه حد عزيز عليه هتفهم كويس يعني ايه ربنا ألهمه الصبر. لما تشوفه بمنتهى الثبات في موقف لا يحتمل، هو فقد أعز الناس على قلبه ومع ذلك ثابت، لا عمل حاجة مجنونة ولا فكر أفكار مجنونة، هو مسلم أمره لله. وعلشان كده ربنا ما خذلهوش، ربنا عمره ما بيخذلنا، احنا اللي ساعات بنخذل نفسنا بنفسنا. لكن ربنا سبحانه وتعالى أعلى وأعظم من كل شيء، من أي حاجة ممكن تصيبنا ربنا دايما رايدنا الخير. لكل حاجة في حكمة، ربنا ذو العرش المجيد له حكمة في كل شيء بيحصل. ربنا قادر يدينا كل حاجة مرة واحدة، بس لو ده حصل في حاجات كتير جدا هتبقى برضو وحشة مش هنقدر نستوعبها. ربنا بيدينا كل حاجة بمقدار شديد الدقة، ربنا عارف ايه اللي احنا هنقدر نستحمله وايه اللي احنا منقدرش نستحمله، ايه اللي احنا محتاجينه وبيديهولنا. احيانا بنعوز حاجات مبيكونش فيها اي خير لينا، بالعكس بيكون فيها الشر بعينه، لكن احنا متخيلين ان هو ده الخير، متخيلين ان هو ده اللي احنا عايزينه، لكن ربنا بيدينا اللي احنا محتاجينه.
افتكروا دايما ان ربنا بيشوف اللي احنا مش بنشوفه، وبيسمع اللي احنا ما نقدرش نسمعه. فأي حاجة لما تحصل عكس توقعاتنا لازم نآمن ونتأكد ونكون متأكدين ان ربنا بعد الحاجة دي عننا، لان ما فيهاش اي خير، ملهاش اي احتمال تاني. اي حاجة تبعد عننا يبقى ربنا مش شايف ان فيها خير لينا. ما نقعدش نفكر، ما نجادلش مع نفسنا حتى، ما نقعدش نقول يمكن احنا السبب، يمكن احنا اللي ما اخدناش بالاسباب، يمكن احنا اللي قصرنا. لما نكون عملنا بكل اللي علينا من اسباب وما قصرناش في اي حاجة، ونلاقي الشيطان بيلعب في دماغنا او نفسنا بتوسوس لنا انه ربنا زعلان مننا او ان احنا مقصرين، لازم نفوق. لازم نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى عايز لنا الخير في كل شيء، ومفيش اي احتمال تاني. توتة توتة، خلصت الحدوتة. تنسوش تكتبوا آيات من القرآن عن اسم الله المجيد.